الوقت اللي دنيا بطمة طلعت واتكلمت في بث مباشر ليها على صفحتها، اكدت خلالها انها ملهاش علاقه بقضيه حمزه مومبيبي، لدرجه ان كتير من المتابعين صدقوها وتعاطفوا معاها، الا ان التحقيقات اثبتت ادانه دنيا بطمة واختها ابتسام واتحكم عليها بالحبس سنه. وطبعا هي طعنت على الحكم بس طعنات رفض وكان لازم تقضي العقوبه، وعشان كده اتقبض عليها. بس في كواليس هتعرفوها لاول مره عن القبض عليها ورد فعلها وايه هي قضيه حمزه مومبيبي. تابعونا للنهايه. بعد ما كانت دنيا بطمة مطلوبه عشان تقضي عقوبتها بالحبس سنه، قررت انها تطعن على الحكم على امل انها تاخد براءه، وعملت بث مباشر وكانت منهاره فيه وبتستعطف المتابعين، واكدت ان زوجها السابق محمد الترك هو سبب كل اللي حصل لها. وبعد رفض طعنها كان لازم تنفذ العقوبه، وراحت لها قوات الشرطه المغربيه بيتها في مراكش علشان يقبضوا عليها، بس ما كانتش موجوده. واكدت مصادر قريبه من دنيا انها كانت مستخبيه عند صديقتها في وسط الدار البيضاء، لانها ما كانش قدامها اي طريقه للسفر خارج المغرب، وعشان كده الشرطه كثفت البحث عليها عند كل اقاربها ودوائر معارفها لحد لما استجوبوا زوج صديقتها واعترف بوجودها في بيته في الدار البيضاء. واتقبض على دنيا بطمة من بيت صاحبتها عشان تقضي العقوبه بالحبس سنه في قضيه حمزه مومبيبي. وانتشر في لمح البصر على السوشيال ميديا فيديو لحظه القبض على دنيا بطمة ولحظه وصولها لسجن الودايه في مراكش عشان تقضي عقوبتها. مقطع الفيديو كشف عن سياره بيضاء ركبت فيها دنيا ووصلتها لحد مكان الودايه، وكانت في حاله انهيار تامه وكانت بتقول اتركوني لحالي. محكمه النقد في الرباط رفضت طعن دنيا بطمة بعد ما اثبتت تورطها في قضيه حمزه مومبيبي، والقضيه دي بدات سنه 2020 ومن وقت انشاء دنيا بطمة حساب على تطبيق سناب شات اسمه حمزه مومبيبي، وكان مخصص لفضح المشاهير وعلاقتهم المشبوهه برجال اعمال. الحساب كان صاحبه مجهول الهويه، وكان بيستهدف المشاهير والفنانات المغربيات، وكان بيكشف افعالهم الغير اخلاقيه مع الاثرياء العرب. الحساب اتسبب في حاله ضجه كبيره على السوشيال ميديا لحد ما اكتشفوا انه خاص بدنيا بطمة واختها. واصدرت المحكمه الابتدائيه في مراكش حكم بالحبس 8 اشهر على دنيا، وبعدها اصدرت المحكمه الاستئنافيه 4 شهور جديده وغرامه قدرها 10,000 درهم. وفي نفس القضيه قضت المحكمه كمان بتأييد حبس ابتسام بطمة اخت دنيا بالحبس لمده سنه وسنه ونصف لمصممه الازياء عائشه عياش. ضحايا حمزه مومبيبي كانوا مشاهير مغاربه زي رجاء وعمر بالمير واحمد شوقي ونوره فتحي وابتسام تسكت وطهره وسعيده شرف والطبيب المثير للجدل دوك صمد. كمان ابتز حساب حمزه مومبيبي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد المديني، واللي قال ان احد المستثمرين في المدينه رحل بسكته قلبيه نتيجه للابتزاز اللي تعرض له من طرف حمزه مومبيبي. دنيا بطمة الغت حفل راس السنه في طنجه بسبب قضيه حمزه مومبيبي لانها خافت يتقبض عليها بعد رفض طلب النقد اللي قدمته. كمان محمد الترك شن هجوم على دنيا بطمة واكد انه ما تامرش عليها ولا باع اخبارها، بالعكس ده دعم كل عيلتها وساعدهم مساعدات ماديه كتيره. وقال لها في بث مباشر على صفحتها اذا اكرمت اللئيم تمرضه، ابكي ومثلي على الشعب المغربي، بس انا لا، انا اسكت عليكي واستحملتك 9 سنين وكنتي بتوصفيني بالعميل وانا ساكت وعيلتك ورا كل اللي حصل لك واولهم اختك. وجه لها سؤال وقال لها ازاي تقولي اني ببيع اخبارك؟ هو انت عندك اخبار من الاساس؟ الناس كرهتني وانا كرهتك بسبب افعالك. وزود العيار حبتين وقال لها كنتوا بتعيشوا في بيتكم على لمبه واحده عشان التوفير، ولما حد كان بيتعب ما كنتوش بتجيبوا له دواء، انا اللي كنت بجيب. وعملت عمليه جدتك عشان خاطر عيونها، خالك انا اللي عامل عمليته ومنعاني اشوف بناتي سنه ونص اللي هم مش في بالك اصلا، وخالتك اللي بتربيهم وانت مشغوله في حفلاتك وبتشوفيهم مره في الشهر. ووجه لها سؤال تاني وقال لها بتمثلي ليه انك مظلومه ومقهوره؟ مثلي بدموعك على الناس طول عمرك كده، من يوم ما عرفتك وانا في المشاكل، وهاخد بناتي منك بالانتربول اللي بيصدقوا دموعك المزيفه، عيلتك اللي مستوى ذكائهم 3%، كنت بتكسف اقول اسمك من افعالك. وقرر يكشف عن حاجه للمتابعين وقال عرفتها على امراء وشعراء وناس ليهم قيمه، بناتي اخدهم اربيهم مع ام متعلمه مش جاهله تلبس النضاره وتقعد على انستجرام بالساعات.